السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نشوف في السقعة وفي البرد وفي الجو ده، وكمان نرجع بقى الأكل الاقتصادي في الوقت اللي احنا فيه، الحاجات الغالية. تعالوا بقى نشوف أحلى أكلة زمان كنا بنعملها كلنا ونتلم حواليها وناكلها بالعيش وبالمعلقة، كل حاجة. يلا هنعمل النهاردة ايه؟ هنعمل عدس. معايا مكوناته عبارة عن عدس وشعرية وخضروات زي بصل وبطاطس وطماطم وجزر وتوم وبس، ومادة دهنية علشان نقلي فيها الزيت والثوم. انا هنا كان معايا عدس، جبت ربع كيلو، بس قلت لا اجيب تمن كيلو كمان عليه. جبت ربع وتمن، يعني هو ملوش معايير، كل واحد بقى يحط المقادير اللي هو عايزها. انا جبت ربع كيلو عدس وتمن كمان، وحطيته كده، نقيته وغسلته وحطيته كده في الميه بعد ما غليت. الحله كانت غليت حبه كده عبال ما غسلت وحضرت الحاجه. وجبت بقى كده جزرتين معايا، كتري بقى في الجزر عادي والطماطم. الحاجات دي بتسكر العدس وبتوردنه، بتخلي لونه كده كهرمان كده وجميل. بصراحة كان طعمه جميل. خلاص، يلا حطينا بقى كل الخضروات دي بعد ما قطعناها، يعني الجزر والبطاطس. البطاطس علشان تشد العدس معايا شوية وتخليه منشي كده، واقدر اطلع منه شوربة واطلع منه غموس، واطلع منه للفتة. البطاطس بتنشيه شوية مع الشعرية، طبعا بتنشيه خالص. هنا بقى انا هعمل هنا ايه، حطينا كل الحاجات دي على النار تستوي وسيبناها بقى مع نفسها كده تاخد وتدي بشكل ودي. تعالي بقى هنا هنجيب طاسة كده على النار ونحط فيها شوية زيت، وعندي كده 3 بصلات متوسطين، يعني متوسطين وهجيبهم بقى وهقطعهم كده على ايدي، يعني انا عايزة اقطعهم قطع مش ناعمة ومش خشنة، برضو قطع متوسطنة. وهقليها كده في الزيت واخلي لونها، احاول اخليه لونها كده ذهبي، يعني ما تتحرقش وما تبقاش فاتحه، يعني يبقى شكلها حلو وفي نفس الوقت مش ممرره. بصوا بواقي البصل دي اللي انا قطعته خدته حطيته بقى فين؟ على العدس، ما رميتش حاجه. ما عادش ينفع يا جماعه نرمي اي حاجه. جبت بقى شويه زيت، انتي اعملي بالحاجه اللي تعجبك، بزبده، بسمنه، بزيت. انا عملت بزيت تموين، اعملي انتي باللي يعجبك. جبت كده شوية زيت وحطيتهم بقى في الطاسة، ولما اتقدح جبت البصل بتاعي ونزلت بقى بيه كده، وسبته بقى ايه ياخد ويدي كده بشكل ودي براحته خالص خالص. انا عايزة لونه بقى يبقى ذهبي كده وحلو. واقول لك البصل ده هنعمل بيه ايه. بص العدس هنا بعد ما استوى، انا سبته على النار حوالي داخل على ساعة الا ربع. غلي ووطيت عليه وسبته بقى ياخد ويدي كده مع نفسه. وخدته بقى كده، هاخد بقى حلة العدس بتاعتي، هوريكي هنعمل فيها ايه دلوقتي. هاخدها كده، لو عندك خلاط براد العدس شوية وبعدين اضربيه في الخلاط. انا عشان عندي الهاند بلندر فضربت بيه على طول. آه كده في قلب الحلة ببعضه كده اهو. ضربته كده كله في بعضه. انا ما حطيتش هنا توم ني، ولا اهتميت احط توم ني لان لسه هوريكي دلوقتي هعمل ايه. كملي الفيديو، كملي بس الفيديو معايا وانت هتشوفي. هو سهل خالص. الطاسه اللي كنت محمره فيها البصل اهي، بعد ما طلعت البصل هو مش ذهبي قوي بس حلو، يعني لونه حلو. هحط فيها الشعريه، ودي كانت غلطه ان انا ما صفيتش البصل من الزيت من البصل. بس بعد كده انا نقيت البصل من العدس صراحه، بس ما وريتكوش الحته دي الغلطه اللي اللي ما عجبتنيش اللي انا عملتها فيه يعني. هحط بقى الشعريه كده تتحمر، وعايزه احمرها يعني اديها لون مش زي العاده، يعني دايما في بتاع الشوربه او في بتاع العدس بنزود اللون شويه، بنعززه اكتر علشان لما بيتحط في العدس او في الشوربه لونه بيفتح. فاحنا بقى ايه، هنتقل اللون كده شويه بتاع الشعريه، علشان في ناس بتحط لسان عصفور، في ناس بتحط رز عادي، بتغسل شويه رز وبتحطهم. دي اختيارات وكل واحد حر في اختياراته. وفي ناس ما بتحطش حاجه خالص، بس بتزود البطاطس في سوى العدس وخلاص، هو كده بينشي
وكل واحد حر في اختياراته. بس احنا صراحة عندنا في بيتنا متعودين، وكمان بنحبها اكتر بالشعرية. العدس بعد ما اتضرب ضربا مربحا اهو، بصوا بقى عامل ازاي، بقى ناعم خالص. وكل المكونات طبعا اللي فيه مستوية ومش محتاج. في ناس بتحب تصفيه عادي، لو بتحب تصفيه صفيه. انا شايفة ان هو لو صفيته حتى مش هيطلع حاجة. كل الحاجة مستوية وانا نعمته كويس. بصي عززت لون الشعرية ازاي وخليت لونها كده ما شاء الله، يعني ايه اهو بمزاجي. هي مش احمرت كده غصب عني، هي محمرة كده بمزاجي. انا اللي عاوزة ازود لون ده الاحمرار بتاعها عشان ما تفتحش مني وتبقى كده مش شكلها مش حلو في الشوربه. هننزل بقى بالبتاع المساحه السباترة دي، هننزل كل الشعريه اللي في الطاسه، ما نسيبش ولا حاجه. ما تفكريش لونها غامق، لا لونها حالا هيفتح منك تاني ما تغلي، وهتعجبك ان شاء الله. في الزمن بقى الغالي، واللحمه غاليه والفراخ غاليه وكل حاجه غاليه، عايزين نرجع الاكل الاقتصادي تاني علشان الدنيا تمشي. انا حطيت نقطة زيت، نقطة مش كتير، عشان انا هحط زبدة على التوم. يعني انا حطيت حوالي نص معلقة توم مفروم، كان عندي في الفريزر جاهز. وهحط بقى شوية زبدة حلوين كده، الزبدة حلوة فيه مش وحشة، هتطعم لي العدس. عايزة اقولك كمان وانت بتسوي العدس ده، بدل ما تحط له مية يستوي، انت ممكن تزوديه شوربة. لو عندك اي شوربة بتاع فراخ او لحمة او بط، بيطلع حلو قوي، بيغنيكي بقى عن شوربة الدجاج كمان اللي انت هتحطيها. هو العدس ما بيحتاجش اي بهارات غير الكمون وبس. اهم حاجه فيه الكمون عشان ما ينفخش. ويا سلام، ممكن برضو في ناس بتحب تحط شعرة سكر عشان يعني يقولك عشان الانتفاخات. بس هو العدس في حد ذاته جميل جدا. انا بقى حمرت التوم اهوت في الزبده. حطيت سنه زيت صغيره يا بنات عشان ما يتحرقش. هجيب بقى شويه بصل من اللي انا قليته ده وهرميه في قلب العدس. انا عايزاه في الاخر كده برمي ليه، عشان انا عاوزاه حي، مش عاوزاه يبقى دايب قوي، عاوزاه يتنه يقرش معايا، يتنه بطعمه، عايزاه بطعمه كده. حطينا الشعريه وبدات بتغلي. حطيت نص معلقه كمون اهو، بوريكي نص معلقه كمون، ايوه. وحمرت الشعريه حلو وحطيتها، ودلوقتي بعمل التومه، حمرها حلو برضو. يعني هصفرها بقى، التومه مش عايزاها تغمق مني. التومه بالذات لو غمقت هتمرر، فمش عايزاها تغمق مني. يا خساره الكاميرا كده، ايوه اظبطي الكاميرا يا نجلاء، شطوره. ايوه كده. برضو هنمسح الطاسه، مش هنسيب فيها حاجه. ايوه كل حاجه غاليه. بس هنظبط بقى شوربه الدجاج والملح واحده واحده كده بقى، وانت بتظبطي الخطوه دي عشان ما يحدقش منك. تحطي سنه ملح صغيره، وبعدين اظبطي بقى شوربه ايوه اهو. انا في اليوم ده يا جماعه ما اقولكوش دقت 16 مره، كل شويه ادوق عادي، بس اهم حاجه عشان يطلع طعمه حلو. البوتاجاز عندي بيهبب الحلل ومنيل الدنيا خالص. باب النجار مخلع، معلش. وادوق تاني بعد الملح عشان اعرف هو محتاج شوربة دجاج قد ايه، نص واحدة ولا واحدة كاملة ولا اتنين كده يعني. طيب بعد ما ظبطناه كده اهو، وغلي معايا غلوتين، بصوا لف بقى جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. يلا نقدر نغرفه بقى في الاطباق الحلوة، اطباق فرح الجميلة دي اللي بتطلع في المناسبات. نغرفه بقى في الاطباق الحلوة اللي جاية من النيش دي. تاكليه بقى بعيش، تاكلي معاه بتنجان مخلل، شوية مخلل، تاكلي معاه، ما تاكليش حاجة خالص معاه، هو لوحده جميل جدا. تغمسيه بعيش طري بعيش ناشف، هو جميل جدا 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 لوحده. كنا زمان كده بنقعد حوالين الحلة في الاخر كده ونقعد ناكل فيها، ما بنسيبهاش كده تطلع تتغسل على الفاضي، لازم. انا هنا غالية مية بقى يا بنات، وهزود بقى العدس عشان اعمل منه شوربة واعمل منه فتة، لازم ازوده شوية. يعني اخد الاول اللي انا هغرفه هو تقيل، وبعد كده ارجع ازوده مية علشان
اعمل منه الشوربة واعمل منه الفتة. طيب حلو قوي كده. نزود سنة مية كمان، انا فاكرة زودت سنة مية كمان. ايوه، مرق وفرق، مرق تفرق، فاكرين المثل ده؟ يلا مرق تفرق. عاوزين ان شاء الله الايام الجايه كمان نعمل بقى بصاره، ونعمل رز على بطاطس، ونعمل اكلات اقتصاديه. يعني السمك واللحوم والفراخ، الحاجات دي كلها غاليه جدا. طب اللي مش قادر يعني هنعمل ايه؟ هنشكل بقى في الاكل بتاعنا، ونرجع الاكل بتاع امهاتنا بتاع زمان. هنا بقى هرجع اظبط الملح تاني، عشان انا غرفت شويه ورجعت زودت ميه. طب زمان الطعم خف الملح، طب هنظبط بقى الملح مع بعض تاني اهو. نظبط بقى الملح كده تاني. تعالوا بقى هنا نزوق بقى بالبصلة المحمرة المقرمشة دي. عايزة اقولك البصلة كانت مقرمشة جدا والله، كانش طرية، لان انا صفيتها من الزيت كويس جدا وانا بطلعها. انا اتعلمت امنتج بس لسه متعلمتش اظبط الالوان. فيا رب اللون كده يكون الاضاءة مش ظلماه ولا الكاميرا ان شاء الله يعني. بس كده. وهنمسح برضو الطبق بتاع البصل، هننزله كل البواقي في قلب الحل بتاع العدس. اوعي ترمي حاجة، اوعي، وعلى قد ايدك وامشي. احنا يومنا كله ما بنصرفش فيه في اكلنا كتير، يعني اكلنا حاجة الوحيدة اللي هي ما بتكلفش في يومنا كله. عندنا مصاريف والتزامات تانية، بس الاكل ما بيتكلفش خالص. شوفوا بقى العيش، العيش هنا كان مقرمش قوي، كان نفسي اسمعك صوته وهو مقرمش، بس انا قافله الصوت وهحط صوت من اول وجديد فما سمعتكيش صوته. انا مقطعه ليمون عشان الشوربه يعني، ومقطعه بصل نقعه في ميه بخل. بقى وهنضرب بقى هنضرب. هنا بقى لما العدس بتاعي هيغلى، قعد غلي كده مع نفسه، وطبعا ظبطت الملح بتاعه وروقت عليه كده، وبقى تمام وطعمه عجبني. خلاص بقى العيش ده ممكن تحمريه في الزيت او ترشي عليه زيت وتدخليه الفرن، او من غير اي زيوت وتدخليه الفرن يقرمش بس كده. بس العيش اللي قدامك ده انا محمراه في زيت كتير ومصفياه حلو قوي. بحمره زي البطاطس بالظبط، كاني بعمل بطاطس، قطعه واحمره. وده كان عيش شامي، طبعا بالعيش البلدي طبعا الفته بتكون احلى واجمل، بس ده اللي كان متوفر عندي ساعتها، العيش الشامي بتاع السندوتشات بتاع الفول والطعميه، هو ده اللي كان متوفر عندي. عملت بيه مقلي كده في الزيت، متحمر كده في الزيت حلو ومتصفي كويس وبس. وهبدأ بقى اعمل الفتة بتاعتي. الجو بقى ساقعة جدا 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 عندنا هنا، جو ساقعة قوي، وبجد بجد شوربة العدس كده مناسبة قوي. يعني تعملي شوية شوربة عدس او شوية قلقاس او شوية محشي، طبعا محاشي انواعها كتيرة، اي حاجة، حاجات من اللي بتدفي الحلوة دي، وتاكلي كده وتترددي. وسعره مش غالي. ربع كيلو عدس كان عامل 10 جنيه. جبنا ربع وتمن ب15 جنيه، وشوية الخضر اللي انت شفتيهم. وعملنا أكلة جميلة هناكل وهنتردد عليها. عملنا منها، طلعنا منها تلات أصناف، يعني زي صنف فتة، ممكن تعملي فتة بس، ممكن تعمليه شوربة بس جنب الأكل، تكوني عاملة أكلات تانية وتعملي شوربة بس جنبه. وممكن تعمليه مغمس، يعني طبق مغروف كده ويبقى مغمس. طلعنا منه 3 أكلات اهو مختلفين، كل واحدة مختلفة عن التانية، واحدة بالعيش واحدة بالمعلقة، والصنف التالت شوربة تحطي عليه ليمون وتاكليه بالهنا والشفا. وانت بتاكلي بقى ممكن تحطي شوربة عدس على الفتة لو حسيتيها ناشفة شوية كده، يعني زي ما انت عايزة. والعدس ده بقى كمان المغروف ممكن تاكليه تاني يوم بالعيش، برضو جميل جدا.
يعني هو جميل وهو سخن وهو ساقع، في منتهى الجمال. صلي على النبي كده وحط لايك بقى للفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه رأيك بقى في الفيديو الجميل؟ فيديو بسيط جدا جدا وسهل، عارفة كلكم بتحبوا تعملوه، كلكم شاطرين جدا فيه، بس انا حبيت اعمله في بيتي وحبيت اوريكي. انا كمان بدأت اعمل اكل اقتصادي جدا، بطلت بقى الاكل الغالي وبدأت اعمل اكل اقتصادي جدا. الله المستعان، كل سنة وانتم طيبين.